وشاركنا في دورة معناتها في الكأس العربية الموسم الفارط نهائيات، وشفنا القيمة نتاع المنتخب نتاع الجماهير التونسية وشنو الإضافة اللي حققتها. كنا حققنا لعبنا الدور النهائي ضد المنتخب الجزائري. اليوم عندنا طموح كبير وعندنا شغف كبير، كونه الجماهير هذه باش تكون اكبر مساند للجاليه، كيف ما كان يحكي الاخ توا الجاليه المصريه، كل الجاليه العربيه باش تكون وراء المنتخب التونسي، هذا متاكدين منه. هذا يكون حافز لنا احنا. كونك تكون تلعب في ارض عربيه في كاس عالم عربيه مع جماهير عربيه وتكون مساندتك، يظهر لي ما نجموش نحلموا بافضل من هذا، وان شاء الله احنا نكونوا في مستوى الحدث ونفرحوه. Please one question. قدمنا الإضافة وقدمنا الإجابات الضافية. رسالتي للجماهير التونسية، رسالتي لجماهيرنا في تونس، المساندة اللي لقيناها لازم يتأكدوا اللي كل اللاعبين كل المجموعة عندها حلم واحد، هو نفرحوهم، هو نفرحوا معاهم. عندنا مسؤولية كبيرة باش ندخلوا للمسابقة هذه بروح كبيرة، بمسؤولية كبيرة، نحبوا نفرحوا شعبنا. ما جيناش هوني باش نمثلوا أنفسنا بقدر ما جينا باش نمثلوا تونس. إن شاء الله اليوم نفرحوا تونس، وإن شاء الله نكونوا في مستوى الحدث. ونفس الشيء بالنسبة للجماهير التونسية اللي موجودة والجالية اللي موجودة في قطر، شفناهم الموسم الفارط، شفنا الإضافة نتاعهم وقت اللي كانوا موجودين، كانوا هما أكبر داعم لنا. اليوم نشوفوا في الاحتفالات الاستقبال اللي وصلنا أول ما وصلنا للدوحة، أعطانا دفع معنوي كبير تقريب، كان هو شحنة معنوية. إن شاء الله نفرحوهم، وبحول الله إن شاء الله تونس تكون أفضل ممثل للشعب التونسي.